له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة بعد المحاضرة القيمة التي ألقاها شيخنا الله يبارك فيه خالد، يعني أنا لن أضيف كثيرا في معلوماتكم، ولكن بحكم أنني مشارك في هذه السهرة فسأتكلم في الموضوع الذي يعني الشيخ فتحي الله يبارك فيه عنوان له، وهو صفة العارف بالله تبارك وتعالى. يعني الإنسان المؤمن يجب أن يكون مفتخرا بأنه مؤمن، وبأنه مسلم، وبأنه عبد لله تبارك وتعالى. ولذلك عندما سئل أحد الحكماء من هو العارف بالله، شكون اللي يعرف ربي؟ فقال هذا العالم: العارف بالله هذه صفاته، هو من إذا ذكر الله افتخر، وإذا ذكر نفسه احتقر، وإذا نظر في آيات الله اعتبر، وإذا هم بمعصية أو شهوة انزجر، وإذا ذكر ذنوبه استغفر، وإذا ذكر عفو الله استبشر. ما شاء الله، كلمات عظيمة من هذا الحكيم تجعلنا نعرف حقا العارف بالله. يعني إذا سألنا بعض البعض: تعرف ربي؟ نعرف. إيه؟ ما تعرفش ربي؟ هو كلنا نعرف ربي، لكن نعرف الله سبحانه وتعالى ربما بالكلام. نعرف ربي، واحد وانت صغير تعرف ربي ايه؟ نعرف انا ربي فوق، ربي في السماء. والله سبحانه وتعالى لا يتحدث لا بزمان ولا بمكان سبحانه وتعالى. ولكن هل نحن نعرف الله عز وجل يعني عن قرب؟ هل نحن عبيد الله تبارك وتعالى، أم أننا في معاملاتنا وسلوكياتنا قد نعبد أشياء أخرى ولا نشعر بذلك؟ الحكمة الأولى التي يقولها هذا الرجل قال: أول شيء العارف بالله من إذا ذكر الله افتخر. يعني المؤمن يزم يكون عزيز عندما يذكر الله عز وجل، وعندما يشعر بأنه ينتمي لحضارة الإسلام والمسلمين. يعني شباب اليوم قد يفتخرون بأشياء كثيرة. الشيخ بكري قال: يسمون الأمور بغير مسمياتها، عمل الشيطان. اليوم شبابنا يفتخر واحد كليبيست ويخرج بأوتيست، ايه، ويتقتلوا حتى عليها. يعني شيء رهيب في كثير من الأحيان، ومش يتجاوز عن المحلي. لا طورنا لفوق جماعة تتعارك على برشلونة وريال مدريد وغاز من هيك الأمور اللي تعرفوها الكل، وذاك بعدها شوفوا ساعة تعدوا على بعض الخاوي الغدوة من الحد تلعب الكرة الغدوة، شوفوا الناس باش تفتخر. ما عادش يبوك تمسك اللاعب نتاع الكيب هذيك ولا تقول فيه كلمة خايبة تسمع كان والعياذ بالله. أصبح الناس يفتخرون بماذا؟ بأمور واهية. ولذلك المؤمن عزيز. رب سبحانه وتعالى أعزنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورفع قدرنا وجعلنا أفضل من الجان. الشيخ كان يتحدث عن الجان. رب سبحانه وتعالى مقدم الإنس على الجان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من آمن به هو ممرسل لمن؟ للثقلين. ونعرف الرسول عليه الصلاة والسلام المولى أكرمه بعد رحلة إلى طائف بمن؟ أكرمه بإيمان طائفة من الجان. يقول سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، إلى آخر الآيات البينات. ولذلك قدرة الإنس قوية جدا متى كانوا أعزاء بالله تبارك وتعالى. يقول الإنسان ما عادش يخاف، يقول قوي بربي، ما عادش يخاف من حتى شيء، وإنما لأنه متوكل على الله عز وجل، يحب ربي. فنحن نحب الله تبارك وتعالى. تحبوا ربي؟ قولوا لا إله إلا الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان لازم يكون. شوفوا احنا جماعتنا هنا في جربة، لقضية في جربة، عندنا ميزة في صلاتنا.
لكن كلمة الله أكبر الجماعية بعد تكبيرة الإحرام تاع الإمام التي نقول يا جماعية بصوت جهوري، هذيك فيها عزة كبيرة لنا. نعم، يعني فيها وحدة، فيها حب لله تبارك وتعالى، هذيك بركة. الآخرين لازم يكونوا سر، مش أنا واحد عايد منها الآخر عايد منها. عندنا بعض أداب ناقصة في بعض الجامعة إن شاء الله نحلوا لها مرة أخرى، ولكن التكبيرة الأولانية فيها عزة، حتى الإنسان يقول الله أكبر إذا ما تخرج من قلبه إنه يفتخر بالله تبارك وتعالى، مش تقول يا ناش شكون. قبل الناس كانت إلى يومنا هذا يفتخرون بالعباد ويعبدون العباد وينصرون رب العباد، وهذيك مشكلتنا احنا. يعني في كثير من الأحيان نخاف العباد ولا نخاف رب العباد. لماذا؟ لأن الإنسان يكون بعيد على ربه تبارك وتعالى، كي يكون في حياته معناتها يأكل الحرام ويشرب الحرام ويتعامل بالحرام، واللي ما عادش عنده قيمة، ما عادش يحس بانتمائه للإسلام، لأن الإسلام مش اسمك علي ومحمد وصالح. يعني نقول وأذكر أنه حتى صلواتنا ولا عباداتنا التي نؤديها كأننا نؤديها مرغمين عن يعني حاجة نعمل فيها بالسيف. هل هنالك لذة؟ نشعر بلذة أنه كي نبدو جبهتنا للطاعة، نسبح الله تبارك وتعالى ونعتقد أن الله أعلى، ونفتخر كما قلنا بانتسابنا الله تبارك وتعالى وبأننا عبيد لله عز وجل ولسنا عبيدا لأحد. إن شاء الله نكونوا من هؤلاء أخوة الإيمان. أمر إلى الأمر الثاني بعد الافتخار بالله تبارك وتعالى. قال إذا ذكر نفسه احتقر. نعم، الإنسان يلزم كي يخزر الروح كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي عين الناس كبيرا. إيه نعم، الإنسان يلزم نفسه يستصغرها ويحتقرها في جنب الله تبارك وتعالى، على خاطر إذا وسوس له الشيطان بأنه هو ما شاء الله عليه، يعني أنا تو هكا العقل يبدأ بنفسه هكا ولا لا؟ يجيني الشيطان يقول لي أوه أنت شيخ ما شاء الله عليك، هكذا فيك ما قبلك لا بعدك في الكلام طيارة جماعكم قاعد ما تستويها. ما شاء الله عليك. ها ما شاء الله ما شاء الله علي وعليكم. معناها يجيني إبليس ينفخ في صورتي، يقول لي حتى أنا نحس روحي الشيخ فلان، ولكن شوية نزل شوية كتافي قد يعترضوا للناس في الشارع ما عشان نسلم عليهم ربما. لست بشر، إن شاء الله ربي ما يجعلناش من هؤلاء. يلزم الإنسان يحتقر نفسه، وعش قالنا ربي سبحانه وتعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والتزكية هذه حاجة خايبة ياسر في الإنسان. لو تزكيت نفسك واعتبرت نفسك أنت ما شاء الله عليك كما قلنا في الصلاة ما شاء الله، في الإنفاق ما شاء الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكرك السبعة جماعة ومن بينهم ذكرك في الإنفاق. قال لك من حاجة كبيرة ياسر، يعني ينفق الإنسان نفقة لا تعرف شماله ما انفقت يمينه، يعني شيء كبير ما يعرفش خرج من جيبه، قوة يعني في الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا معنى الإنسان يحتقر أعماله في جنب الله عز وجل. أما الإنسان اللي روحه هكا يعمل في حاجات كبيرة معناتها حاجة. نفكر كلام للشيخ الجطالي، وأنا يعجبني الشيخ الجطالي خاصة في القناطر، يقول بالنسبة للمال يعني ساعة واحد من الأغنياء يحس روحه كي يزكي ولا كي يعطي بزود فرنك كأنه عمل مزية. قال لا، تعرف شكون عمل مزية؟ الفقير وعمل مزية على الغني. يعني هو كنا ما جاش الفقير طهر لك مالك، طهر مالك من معناتها كل ما تلقاش كنت تعطي زكاتك ماذا ستفعل؟ هل سيطهر المال؟ تتراكم وكذا. يعني الفقير جاء عليك عمل عليك مزية، ويا أخوة الإيمان ساعة واحد يعطي حاجة ويمن بلك الحاجة. وربي سبحانه وتعالى حذرنا من المن. ربي يقول في سورة البقرة ذكروني والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر وفي آخر يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. نعم، لا تبتوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني واحد ينفق حاجة ويستعبد بها الإنسان ذاك، كما يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم
لما استعبد كيفاش الإحسان إنسانه، لطالما استعبد الإحسان إنسانه. يعني ساعة إنسان بحاجة كما هكايا يستعبد الناس. وسبحان الله علاش الصدقة الخفية باهية؟ على خاطر تخلي ساعة الإنسان هذاك ما يركبوش الغرور والرياء، وتخلي الفقير تخليش ذليل قدام السيد هذاك. وفما فقراء كما قال ربي عز وجل يحسبهم الزاهد جاهلوا أغنياء من التعفف. هذوك هم اللي لازم نلوجوا عليهم ونعطيهم. والإنسان يكرس حياته في سبيل الله تبارك وتعالى، وديما يستصغر أعماله في جنب الله، على خاطر راهو إبليس يدخل لنا من الناحية ذي راهو شيء رهيب، خاصة الرياء راهو حاجة كبيرة ياسر إنه الشرك الأصغر، أليس كذلك؟ يعني حاجة معناتها قوية ياسر. إذا ابتلي بها الإنسان يولي معناتها متعاظم متكبر، ما عادش يتواضع للناس وما عادش يتواضع لرب الناس. أنا فما أبيات شعرية يعجبوني في التواضع نشارككم بهم. يقول فيهم الشاعر: وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع. ساعة واحد يرى روحه حاجة كبيرة، ولكن هو قولوا سامحوني في الكلمة طز حكمة، فما شيء. الكلمة هذه من الدارجة التونسية موجود عندكم. ايه قال لك: واقبح شيء ان يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر، كما النجم على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. يعني واحد ساعة سيجاره فف طلعوا وفما شيء هيك ساعة بعد البشر هو في صندي ما فما شيء. ولذلك إن شاء الله ربي ما يبليناش بحب النفس، حب الذات. لأن الإنسان إذا كان دخل في حب الذات ربما يتحول مش إلى حب الذات، إلى النرجسية. النرجسية هي حاجة يعني نهاية في حب النفس. هذيك إذا ابتلي بهذا الإنسان ما عادش يراه حتى حد وراه. وإحنا ونقول ديما عندي كلمة باهية، كل جماعة كي الصباح تخرجوا ديما للخدمة ايش تعملوا الصباح قدام المرايا؟ يقولوا روحكم ولا تحجموا لا شيخ مبارك قال لكم اللحية ما عادش تحجموها. صحيح بل كنا نخافوا من اللحية. طيب اللحية نتفكر في الثمانينات جانا واحد شباب من اخوتنا من عمان اسمه نزر الكندي، عارش مازال موجود ولا لا؟ ابن احمد الكندي. المهم عاد وقتها قال لي بيت شعر قد حفظهم من توا. سامحوني جماعه ما عندوش لحيه راهو مش نكون مراوي وانما جا ولا بالي تو. يقول عاد قال لي شوف تلك البيت شعريه حلوين ياسر: الحمد لله الذي ميز الانثى عن الذكر بلحيه زانها الانسان نسيت الكلمه اللي بعدها في الصور هكاك. معناتها ربي ميز الرجل. سامحوني يا جماعه راه مش شتيمه ولا حاجه، وانما جات خاطره من الخواطر حبيت نقولها. فاليوم فرصه لنا باش نطبقوا سنه سيدنا رسول الله. يعني هي من سنن الفطره. وسنن الفطره ايش معناها الفطره؟ معناها الحاجه لازم يكون عليها الانسان. كما قال الشيخ هنا شنو واحد عمل لنا شلاقه مهبطين ياكلوا معاه. ياكلوا معاه هيك يشرب الحليب. انتم شوفوا واحد كله الدنيا كلها الدنيا هابطه لهنا يا اخي هذاك اسلام. ولا كما قالت محروقه بالدخان. بالدخان كان عندهم بيت جماعه الدخان. البيت مش نقول لك الشيخ يقولوا هذا يزيه ما عادش يتكلم مسلم ولكنه الشيخ علي محمد كتب كتاب مسلم بعد قال ولكنه يحلق ويدخن. هو مسلم ولكن يحلق ويدخن. فهمتني؟ فالإنسان إن شاء الله ربي يحفظنا مع جماعة التدخين إن شاء الله ربي يتوب عليهم. من يعطيكم نصيحة في التدخين مش بطلوه ولا الجامعة ذي هذول مساج نقولوا عليها مرة أخرى نذكروا بها. اللي واحد جاء العالم وقال له راني ما نجمش نبطل الدخان كل يوم تكيف باكل ونص، عندك شي حل ليا؟ قال له ايش بقول لك؟ نعطيك نصيحة اعمل بها مع كل سيجارو اتوضا وصلي ركعتين. قداش بيصلي في النهار؟ باكل ونص قداش فيه باكل ونص؟ جماعة كيف يعرف عاد 30 سيجارة حتى انا نعرف 10 30 سيجارة 30 سيجارة. فالسيد هذه الغدوة بعد غدوة رجع العالم يجري. قالوا يا شيخ حدثت لي أعجوبة البارح. شنو هي حكاية؟ قالوا متكيفت كان 5 سواقات. طيب قالوا والله الحمد لله عرفتوا باش يجيك ابليس. ونحكي عن ابليس يتركك تربح ثواب 30 صلاة
فجاك ابليس حرمك يا من هذا بدل نزلت اوكي حدد له 5 هاك حد منك خمسة اللي هو ان شاء الله قدوة واحدة اما ان شاء الله تكثر من النوافل بالحق مش خاطر تعرف احنا ابليس يجي للانسان وخاصة في الصلاة يا اخوتي اوه في الصلاة شيء رهيب يعني واحد يقول الله اكبر لحسابات الحانوت كل يجيبها حتى الحاجة اللي عنده قداش نسيها يأتي له ابليس يقول له يا خليك في القصة الفلانية وتعرف القصة المعروفة الانسان يضيع حاجة وجاء الشيخ قال له يا شيخ بربي ما لقيتش حد فماش دعاء قال له صلي ركعتين وبعد نقول لك الركعة الأولى نزل بسم الله الرحمن الرحيم يكون ما قراش حتى الحمد لله ما كملهاش حددهم في القصة الفلانية لكن متى الصلاة ما عادش حتى عرف كيف يصلي هو تك 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 السلام عليكم يا شيخ قول لقيتم عرفتم مش يجيك خليك تربح تنوب ركعتين واحنا حديثنا قياس الملعون هدايا ان شاء الله ربي يحفظنا منه من حبائله يعني لازم يكون الانسان يكون قوي معاه. وانا نتذكر حاتم الاصم او شقيق البلخي معناها في المحاوره بيناتهم اللي يجيبها الشيخ الجيطالي في قناطر معناتها قال كلمه ديما نفكرها قال نظرت الى هذا الخلق فوجدتهم هذا يعادي هذا وهذا يلعن هذا وهذا يشتم هذا وهذا يضرب هذا ثم نظرت في قول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فعلمت أنه عدوي الأوحد فاتخذته عدوا وتركت عداوة الخلق. هذا هو الصحيح هذا لازم أنا أعمله. أما كنا يجي بس بسنة كما الشيخ قال برا عادي خوك برا مش عارف سمع كلام الفلان برا خذ كي تقسم معاها ضرب شوية زيد لقدام غادي شوية برا أسئله إن شاء الله ربي يحفظنا ياخذ الإيمان. جماعة تضحك عارفين الحكاية دي يا شيخ لسه حد ما جبت لنا كان على المواضيع هذه. ليه قال إذا ذكر نفسه واحتقر إذا عندي وقت محدد خويا فتحي اعمل لي هيك خاطر أنا ردي نسرح شوية 12 دقيقة فهو ده قال بعد إذا نظر في آيات الله يعتبر. نعم المؤمن الحقيقي العارف بالله يشوف آيات الله سبحانه وتعالى يعتبر. وقد قال الحسن البصري المعتبر كثير والمعتبر قليل يعني المعتبر بالفتحة من فوق وهو اسم المفعول من اعتبر يعتبر يعني الحاجات التي نعتبر منها هي الأحداث الحاجات التي أمامنا كثيرة جدا. هو الحل واحد التنفس يشوف في الدنيا أخرى يشوف عوالم يشوف حتى معناتها البرامج الوثائقية عوالم البحار ما خلق الله عز وجل فيسبح الله تبارك وتعالى. ثم الأحداث التي تقع في البلدان الأخرى ونحن نحمد الله عز وجل في هذه البلاد. يعني أنا ديما نرجع ونقول ثورتنا هذه كم سلكنا فيها من بشر 300 طيارة تطيح فيها 300 قطار زوز قطارات في بعضهم يصير حال 300 يعني ماذا قدمنا منها؟ إلا نحمد الله عز وجل على ذلك. ننظر إلى غيرنا يعني أحوالهم اليوم واحد يخرج من باب ما عرفش يرجعوا لله. فهل نحن لا نعتبر؟ ولذلك قال المعتبر قليل والمعتبر هو اسم الفاعل الإنسان يعني كما قال ربي عز وجل وقليل من عباده الشكور. لنشكر الله عز وجل مش باللسان فقط نحن نقول الحمد لله جاي نحن الحمد لله هذه نشكر الله عز وجل أن قدرنا حتى نقول الحمد لله فأعطانا ألسنة تذكر الله عز وجل. مرة واحد يعني مبتلى مريض وفي حاله ورغم ذلك متعدي بحدا واحد ما يسحي تدمس كما عجل قول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به غيرنا. جاء واحد قال ايش مازال فيك انت؟ قال قول الحمد لله. قالوا الحمد لله الذي ترك لي قلبا أتفكر به ولسانا أذكر به. الحمد لله يعني واحنا واحد يمشي أمور واضحة سيارته ولذلك لا يعتبر يودي نعتبره. رب سبحانه وتعالى في القرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن يقول معناتها أفلا تتفكرون أفلا تتذكرون يعني يخاطب العقل والقلب معا. ونحن ساعة سهيل إلا من رحم ربك مثل هذا من سكر رجب وفتحها ولكن إن شاء الله رب يرحمنا باش نضرب بشوية خاطر الشيخ فتحي قال لي ماش عندي برشا وقت. بعد قال وإذا هم بمعصية أو شهوة انزجر. نعم المؤمن الحقيقي العارف بالله زي مش واحد ما يخطيش. قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا نخطئ حتى لو كان عالم علمه. الأخطاء كل حد درجات حسب الإيمان ولكن الإنسان الحاجة به اللي لا يصر على المعصية مش هدش فيها صحيح كما قال واحد أنا حرام نعرف حرام ونحب نعمله
نعرف الدخان حرام ومش نتكيف، نعرف المسجد حرام ومش نعرف نحفل في عرسي، نعرف مش عارف شنو الوتله فهمت الله وكذا ونعمل صالة نجيب مرتي نشبيه. شنو المشكل؟ مشكلة هي باش نجيب مرتي معناتها ليلة أحلى ليلة في الحياة الإنسان، يجيب مرته ويشاركوها الناس بنظراتهم. عندنا الأمر ذا واستشرى فينا اليوم، ولينا شباب قال لك شنو يا اخوي نحب نعمل انا صار في وتين شبيعات ونستدعي حمص وزبيب. اي واحد عمل في الاستدعاء كان رجال ونساء تعتبر نتمنى انهم هذه لا وقت لكم تجيبوناش صغار كبار يزي وما حمص وزبيب حتى ولو كانت تكون متدينه المراه مش تجي مزينه وجهها مش يجي مزين فيه كل الزينه. احلى ليله في العمر الراجل يعني سامحوني في كلمه باش نكبرها كانه ديوث، يعني لا يغار على انثاه. من الليله الاولى يخلي الرجال يغزروا له مرته ويشوفوا مرته. شوفوا احنا الشباب قبل لكن الشهر يجيبوا فيها في الليل مأخر معناها باش تدخل دارها طول والغدوه يجيبوا حد الناس حد نساء ومن بعد يدخل البيت وما يشوفها حد. كرمنا ربي وجدودنا رحمه الله عليهم عملوا لنا حاجات باهيه. اليوم احنا قالوا شباب وتطور ومدنيه وعصريه. يا ودي حقا انه تقدم خطوات لجهنم، هذا لا يرضاه مسلم يؤمن حقا بالله. ان شاء الله ربي يهدينا. في الاخر قال واذا ذكر ذنوبه استغفر. ان شاء الله ربي يجعلنا الذين يستغفرون يا اخوة الايمان. ورمضان هذايا هي العشر الاخر ذم تاع شنو؟ فعلا يدخل من النيران. لازم نكثر فيهم الاستغفار لله عز وجل ورجوع الله تبارك وتعالى، لاننا مليانين برشا ذنوب، فهذا تمحيص للذنوب وتصفيه لينا. العشر الاخر فرصه الذين لم يدركهم يعني قد يحرم منهم كثير من الناس في الليل في القاوي حتى الصباح تضرب في البنط وتجبد عندك هات كما الشيخ قال بكري ميسر ايه على القمارة والدولة والضعف اضرب وكلام زايد وكلام خارج عن الموضوع وهات منك اللوي. واحنا الحمد لله نحيي ليالينا بذكر الله معناتها تحفنا الملائكة. ان شاء الله ربي يجعلنا معناتها عنده من المقربين. واخيرا نزل بشوية خذي 12 دقيقة مو 12 دقيقة مازال خويا مازال 7 دقائق خليني يجعلنا فيه مش مشكلة. قال بعد في الاخر واذا ذكر عفو الله يستبشر وليه باهي الاخرانية. ان شاء الله الانسان يستبشر برحمة الله تبارك وتعالى وما فماش امل الانسان ييأس. ولذلك يلزم الانسان يكون ديما عنده يقين في رحمة الله عز وجل وفي عفو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى. حتى كي تدعي رب سبحانه وتعالى ادعو وانت موقن بالاجابه، عندك يقين باش ربي يستجيب لك. ما يلزمش تجي في نفسك ذره شيطان يجيك قول ايه لا ربي كان باش يستجيب لك ربي تدعي ولا ما تدعيش هي اللي يستجيب لك ياسر يعني ساعه مش هكاك ساعه بشر. راه فما بخلاف ابليس فما ابليس الانس يا رب فما ايش قال سوره الناس شنو الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اي فما اباس وساعه اقوى من ابليس يقربوا حتى ابليس نتاع الجنه. ما شنو حنقولوا في العاميه كلمه الصباح كلمه العشيه تعرفون بقيه فساعه واحد معناتها يلبس واحد لبسان. وهذيك علاش الصحبه لازم الانسان يختار الصحبه الطيبه اللي تزيده في الايمان. كما ذكرت بكر الحديث بتاع رسول الله عليه الصلاه والسلام السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. شنو رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. نحبك لوجه الله نعزك لوجه الله مش عندي تخطيط باش تم في عوجه. حكيت لكم القصه صدقوني قصه واقعيه. واحد يلبس واحد في الجامع وين يصلي هو بجنبه ديما معاه. من بعد ما يحكي معاه في الدين او نحن ندخل الشغل المدخل الاولاني نحكيه في الدين نحكيه والتقوى والصلاح ونبدأ مواضيع دينيه. مشى معاه بعد ما تحول من الجامع مشى له طلع حبته في السوق مشى له الحانوت ده قاعد مصباح له يحكي معاه كمالة الشر. المهم قالوا من يفك المؤمن سلفني كذا وكذا وبعد ما سلفوا الغدوة مش وجهه صلى وصام لأمر كان يقضيه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. وهذه حديثنا قياس
يعني الأمانة والثقة انعدمت قليلا إخوة الإيمان. والله يا إخوة الإيمان ولت صعيبة شوية، ولت هو الإنسان بدأ بيحسن للناس، وجماعة الفلوس يحبوا يعملوا، لأنه الدين أجره خير من الصدقة. راه الدين 18 حسنة والصدقة 10 حسنات. فيعني تفرج على أخوك المؤمن الكربة نتاعو. ولكن كثير من الناس خاطر مش قاعدين يطبقوا في الشرع. يعطوا الآية في القرآن شنو هي؟ آية الدين، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، حتى دينار لازم تكتبها مثال كده وتشهد عليها 3 شهور. لما أعطيه باش شافك حد مرك حد معناتها ولينا والناس ما عادش تحب كيف تولوا باش التجار يعملوا كيفاش الديون قربت علينا شنو ف يشكر بها برشا تجار تو يعملوا في ورقك على الحانوت باش ما يخلقهمش، باش ما ينسى حتى واحد بالكريدي السلعه. عندهم حق يا خويا، لانه ما عادش فما امانه، ما عادش فما وفاء في الوعد. تعرف نحكي لكم قصه نختم بها عن الامانه. فما واحد مره عنده واحد يخدم عنده، بعثوا السنه نتاعو قال له برا رد بالك على السنه. يعني عد السيد هذاك في السنه تقريبا 3 شهور، سنه مليانه عنب كما تعرف السيد صلى على النبي العنب وقت توعد وقت العنب. 3 شهور هو في الثانيه. جاء العرفه نتاعو بعد 3 شهور دخل الثانيه قال له يا فلان اعطيني جيب لك العنبود عنب ترندوق. يذوق منه يلقاه حامض. قال له جيب لي برا من الشجره الاخرى، جيبي حامض. زاد جيب له من الشجره الاخرى، يجي حامض. اخي خلوا ما تعرفش انا واحده حلوه. قال له انا ما ذقت حتى كعبه. 3 شهور قال له هذا ما ذقت حتى كعبه من الجنان هذا كله. قال له انت وصيتني باش نرد بالي مش باش ندوق العنب. كله لا اله الا الله. السيد هذايا قال عنده بنت خطبوها برشا ناس. قال له ما تصلح بنتي كان انت، اذا كان امانتك هكا وفائك هكا فانت تكون منين على بنتي وزوج له ابنته. هذا هو هذه الاخلاق العاليه. احنا واحد توا يتعدى من الجنان يعجبه كرموسه تغزر له تغمز هكا تقدم شويه يلقى عنبه تو عنقود عن الباي هيك ترك هيت يا ولدي. قبل الجماعه الله يغفر لهم يحكيوا لنا رجال كبار يحكوا لنا برشا على النوادر. ايش نختموا بهالنوادر هذه؟ نكته هي واقعيه. قبل اليهود يخدمونا في جربه يجوا يهزوا البرتقال وكذا ومجنانات يشتريوا من عند الجماعه. فمن الفلاحه صدغيان وانت ماشي عند الجماعه تو كبار كلهم فماش كنت توفى منهم يعملوا له حفره في وسط الجاده، انه حفره باهيه. يتعدى مسكينك اليهودي بك الزنبيل منهم مليان بك البرتقال الواحد يعمل هيك اللي بيه مسكين يدردع يطيحك السلعه كلها. عاد يجوا هما بالله باش يعاونوه عاد كعبه في الزنبيل وكعبه ورا الطابيه. كعبه في الزنبيل وكعبه ورا الطابيه. بعد ما يكملوا مسكين يمشوا هيك يقسموا هيك الكعبات. يحكوا لي بها شباب ان شاء الله يسامحكم ولو يهودي. خاطر الاسلام وصانا بالعكس بالاحسان الى غير المسلمين حتى نعطيهم صوره واضحه عن الاسلام والمسلمين باش ندخلهم بالاسلام مو باخلاقنا بسلوكنا. وهذا ديما نوصي به انا بدروسي خاصه التجار. راهو التاجر عنده معناتها رساله كبيره ياسر. اذا كان ايش قال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ انا والتاجر الصدوق في الجنه. ولم يقل صادق بل صدوق، يعني اعلى درجات الصدق. يلزموا مسطره ما تغروش نفسه باش يزيد فرنك ولا كذا. كما واحد في الثمانينات معناتها وقت اللي كانوا اخوتنا الجزائريه جاونا بكميه جات فتره احنا في تونس وقتها جاوا معناتها تفتحت الحدود وجاوا ثم واحد نتفكروا توا يعني يبيع في السفاسر. تعرفوا السفاسر؟ هم يقولوا حي كما رمى يعني حرير اصل. يحبوا السفاسر حرير اصل. مشى عمل طابع حرير اصل 100% 100% وطبع اكل السفاسر تلقاه السفسار يعمل 5000 فرنك يبيع فيه ب50. لكن اليوم قاعد يعاني. خرج من الحانوت الاولى، خرج من الحانوت الثانيه، ودوا لنا مريض، ودوا الثاني جي في جامعه عرس وطلق. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. كل ربي يحفظنا. لانه لازم تفهموا حاجه، الحرام لا يثمر، وكل لحم نبت من سعد فمآله النار. ويتورث للذريه وبقيه الذريه كيف الصلاح يتورث للذريه.
وكان أبوه صالحا كما قال الله عز وجل. ها؟ ولذلك هذه إنسان من سهاش. وقد قال صلى الله عليه وسلم القليل من أموال الناس يورث النار، ووضع إصبعه صلى الله عليه وسلم في التراب ثم أخرج فقال ذلكم القليل. مش واحد يأخذ معناتها أكثر من حقه، تتهز التراب أكثر زيد يوم القيامة تجيبهم فوق كتافك يزيدوا يقطوك في جهنم والعياذ بالله. إن شاء الله يهدينا أخوة الإيمان. من هذه أوصاف العارف بالله أتينا عليه بعجالة، وكان سايب لي الشيخ فتحي العنانة كنا نصبحها معكم يا جماعة. من غادي كنتعمل لها كيزي قلقوا مني. إن شاء الله ربي يتقبل يا سيدي من الجميع، وربي إن شاء الله يهدينا، وربي يبصرنا بعيوبنا قبل عيوب غيرنا. اللهم من علينا بصلاح عيوبنا واصلح ذات بيننا، ووفقنا يا رب لما تحب وترضاه، واجعل هذا الجمع الكريم يوم القيامة في عليين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك وأثابك الله على كل هذه المواعظ التي نرجو أن تستقر في القلوب، لأن لا فائدة من مثل هذه السهرات وهذه المحاضرات إذا يعني الخيرات هذه الكل اللي نسمع فيها الكل ما ناخذوش بها وتندمج في دمنا ووجداننا وعقولنا وقلوبنا حتى تتحول إلى أفعال في جوارحنا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. إذن قبل ما نعرفش إذا كانت ثم أسئلة للشيخ عبد الله السليمي، ماذا بين الكلمة نتاعو تكون إجابة عن الأسئلة إذا كانت ثم أسئلة، وإلا نقدم له معناه نختم به السهرة بالكلمة الختامية إن شاء الله. ما نعرفش الحاضرين الكرام عندهم أسئلة، خاصة ربما النساء إذا كان عندهم أسئلة ماذا بين يمدون في أوراق إذا كان أمكن. ها؟ إذا نستمع لدقيقتين معنا لقصيدة إن شاء الله، ثم بعد ذلك إذا كان ثم أسئلة تكون محور مع الأجوبة بتاعها إن شاء الله عن طريق الشيخ عبد الله، وإلا يختم لنا بكلمة وموعظة ثم نختم سهرتنا إن شاء الله. فلتتفضلوا في قصيدة إن شاء الله.